اسماعيل يعني كبرت به. ممكن السعوديه المغرب في النهائي. السعوديه المغرب هذا على الورق في المستطيل. كل شيء طبعا ممكن ان يحدث طبعا. جزيلا لك وفاء سقار كابتن رفيق. يعني الأردن، السعودية، المغرب في مواجهة الإمارات، أعطينا توقعك للمباراة النهائية. والله صعب التوقعات. هلا لازم تكون مرتاح. أول مرة فيك تتوقع بدون ضغوطات الآن. ممكن نمشي في النهائي بدون ضغوطات. بدون ضغوطات. زمان بدون ضغوطات يعني. على الورق يعني منذ البداية نقول على الورق ولا شكل الفريق الأول السعودية مرشح، ولكن بعد هذه المباريات اللي شفناها وبعد خروج أفضل الفرق في النسخة الأخيرة لا يوجد توقعات يعني. لا يوجد مرشح أول ولا يوجد مرشح ثاني. أظن متردد تحير روح اسماعيل. اسماعيل نفكر في اسماعيل. اسماعيل يقول لك الامارات. يوسف شيبو كان ينتظرك للمباراه القادمه، بس للاسف يعني اسماعيل حيسد محلك. هي المباراه القادمه كان بيستنى وبينتظر، قال يعني انا رفيق عم بنتظر، ولكن اسماعيل حاضر حتى يحل محلك في مباراه ديربي خليل. يعني انا رفيق عم بنتظر، ولكن اسماعيل حاضر حتى يحل محلك في المباراه القادمه. من تتوقع طبعا الامارات تتوقعها، ولكن الطرف الاخر السعوديه والاردن. والله السعوديه والاردن المباراه بتكون صعبه. ساتوقع ان بين خبره السعوديه والامارات وقوه لا اتوقع، لا انا ما اتوقع درب، يعني ما بقول السعوديه صراحه، لان المنتخب الاردني انا كل الاحترام صراحه. يعني صعب ان اقول لك ان المنتخب السعودي بيتفوق على المنتخب الاردني. المباراه بتكون صعبه، واللي بيتاهل ان شاء الله نحن نتريا ان شاء الله. الله راضي. ما حد بده يتوقع. فكرت؟ لا عارف الاجابه من البدايه. طيب اسماعيل يعني كبرت به. ممكن السعوديه المغرب في النهائي. السعوديه المغرب هذا على الورق في المستطيل. كل شيء طبعا ممكن ان يحدث طبعا. نذكر مشاهدينا بمباراتي الدور نصف النهائي. ننتظر اذا لقاءين، المنتخب الاردني سيقابل المنتخب. هذه المناسبه وان شاء الله يكونوا افضل في كاس افريقيا ان شاء الله. طبعا مشاهدينا اكتمل اذا المشهد بالدور نصف النهائي مع مرور المنتخب الاماراتي. نستمع الان لحديث الحين صعب التكهن، لكن نتمنى ان شاء الله ليش لا نكون نحن لاول مره الابطال، لكن علينا ان نتجاوز المغرب في نصف النهائي، وشيء ما بيكون سهل صراحه. النهائي كلها ودعت منافسات هذه البطوله، منتخب الجزائر الان، منتخب مصر، منتخب تونس، منتخب قطر كذلك. الان 4 منتخبات جديده هذه الموسم. وهذا اللي كنا نقولوا فيه، كره القدم تعترف الا بالواقعيه، تعترف الا العوامل والخصوصيات المباريات الحاليه. يعني كل وقت ووقته، حتى ولو في 2021 كانت المنتخبات هذه في افضل احوالها. ممكن المنتخبات التي كانت تقريبا بالصف الاول، نصف الصف الاول، نتكلم على مصر، نتكلم على تونس، نتكلم على الجزائر، قطر، كانوا تقريبا بالفريق الاول. ممكن هذا النسخه هذه تختلف، يعني التوقعات ليس صحيحه 100%. يعني ولا واحد توقع يعني التوقعات الصحيحه في بدايه هذه المنافسه. شفنا يعني مفاجات، شفنا فرق ولا واحد كان ينتظر ان تمشي بعيدا وتعطي يعني مردود جيد. نتكلم على فلسطين، نتكلم على البدايه قويه للاردن، نتكلم يعني هذه ما تدل على النسخه هذه تختلف الامور فعلا، حتى من ناحيه الحضور، من ناحيه الجوائز الماليه، من كل شيء هي متغيرة وإلى الأفضل. ولكن كنا نتحدث، وفاء سأل عن المدرب قوزمن الذي لديه جولات في الدوري الإماراتي. لو أخذنا يعني بالأرقام منذ إبريل في هذا العام، أتى قوزمن لعب 13 مباراة، خسر فقط 3 مباريات. ولكن من يسمع هذه الإحصائية يقول أوه ممتاز، ولكن هي مباريات مفصلية كانت. هل هذا الشيء وما حدث إلى اليوم يشفع لبقاء قوزمن لما تبقى من مشروعه؟ والله شوف، أنا دائما لازم تعطي كل إنسان حقه. من الظلم أنك أنت تحكم على مدرب تمسك مهام في هذا الوقت وتحكم تتريا منه نتائج. أكيد هو بيساعدك في النهاية، هو ما يملك العصا السحرية، كل شيء محتاج في الحياة وقت.
يا اللي ما يفهم اللاعبين، يا اللي ما يدخل في الاجواء. مثل ما قلنا عالم كره القدم فيه كثير، وانا عشت هذا العالم. اوقات في ناس في مباريات صعبه ما يكون حاضر، وايد اشياء تكون موجوده خلف الكواليس. لكن كمدرب انا اتوقع لازم ان نعطيه فرصه، لازم ان نعطيه المساحه اللي يشتغل فيها، لان في النهايه العمل محتاج وقت. التخطيط، النجاح، اوقات تنجح انت في فتره زمنيه بسيطه، بس مو معناته انك انت حققت لك كل الطموحات. اوقات الظروف تخدمك، لكن انت كمدرب تحتاج وقت، وخاصه مع منتخب. واتوقع ان هذه البطولات ممتازه. اليوم في اسوء، مثل ما بدينا سيء، بدينا نتصاعد مع مرور التشكيله، قامت تتغير، اضافات في بعض العناصر، اكتشف لعيبه جداد في البطوله، شفنا الدفاع بدا يتحسن مع ساشا. فاتوقع في ايجابيات كثيره. انا مع استمرار بالنسبه لي كوزمان على اللي قدمه. في اخطاء، نعم، ما في عمل، ما في اخطاء، بس نحن لازم نصلح اخطاء. سنعود من جديد مشاهدينا الى سوق واقف مع الزميل بلال جيزه. تفضل بلال. مشاهدي قنوات بين سبورتس، هنا من سوق واقف. طبعا دائما الجماهير حاضره. الجزائر هي متحسره جدا بعد الخساره اليوم. حامل اللقب يودع البطوله. للاسف ودعنا البطوله، وما كنا متوقعين الاداء هذا من الاماراتيين، وقدموا اداء يعني قوي. ما انتظرنا منهم هذا الاداء، بس قدموا اداء قوي. ومعروفه في كره القدم انه ركلات الجزاء. في سوق واقف اشتعلت الامور، 4 منتخبات ولقب واحد. من سيحسم الامور في استاد الوسيل؟ سوف نذهب الان الى وفاء سقار ومع لاعبي واحد من لاعبي المنتخب الجزائري. نتابع. نعم، حياكم الله مجددا من استاد البيت بعد نهاية هذه المباراة بأحداثها الدراماتيكية من رزيق. بداية حظ أوفر، يعني نعلم جميعا وأن الجزائر منتخب كبير جدا وحضر إلى هنا من أجل الحفاظ على لقبه، لكن هو حال كرة القدم بالنهاية. والله يا أخي ما عندي حتى تعليق. اللي جوار كامل داروا اللي عليهم، ما كتبش ربي خسرنا بضربات الترجيح. دوماج، خيبنا الشعب الجزائري هذا اللي كان حاب يفرح، كان حاب نديو لاكوب هذه. ان شاء الله خويا نعوضها في كاس افريقيا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ما يخيبوناش. واعطيهم الصحه لي سيبورتر هذو اللي ساندونا حتى اخر دقيقه. خويا نقول لهم سمحوا لنا، وهذا ما كان. حظ اوفر. شكرا جزيلا. وهذه عودة